السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. برقية تهنئة رائعة ودافئة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك. تهانينا القلبية بمناسبة الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية وبتمنياتنا لكم بالتوفيق. الحقيقة كانت نقلة نوعية أو خطوة مهمة في العلاقة بين الأهلي والزمالك. علاقة كانت شهدت كتير من التوتر لفترات طويلة جدا، لكن اعتقد الفترة اللي فاتت في امور كتيرة ايجابية بيبنى عليها. اتمنى ان الكل يساهم في ده ويساهم في ده بايجابية. يعني قلنا كتير انه الزمالك يحقق بطولة، ده شيء كويس للكرة المصرية، يرفع قيمة الكرة المصرية. الاهلي شايل هم الكرة المصرية على جناحه لوحده بقاله سنين طويلة، فان انت تلاقي النادي الاهلي بارقامه القياسيه الكبيره في دوري الابطال، وهو سيد اسياد القاره الافريقيه في كل البطولات اللي بيشارك فيها في القاره او بيمثلها خارجيا. يبقى نادي الزمالك على صعيد الكونفدراليه البطوله الثانيه في اجنده الاتحاد الافريقي، يكون نادي الزمالك بطل ليها، ده شيء كويس للكره المصريه ويبنى عليه. النادي الاهلي بدا الترتيب الجاد للمباراه المهمه جدا مساء السبت اللي جاي مع الترجي التونسي. بس قبل ما اجي لده، النهارده علي معلول خلال الساعات القليله اللي جايه او يمكن دلوقتي هو في المستشفى بيتحضر للعمليه. يعمل عمليه قطع جزئي في وتر اكيلس، ويمكن كنا اول من نقلنا لحضراتكم بعد المباراه ان الاصابه على مستوى وتر اكيلس، وكان منتظر الدكتور احمد جاب الله يقدر يحدد حجم الإصابة إيه. اتضح إنه قطع جزئي، وبالتالي لدى أحد كبار المتخصصين في جراحة وتر أكيلس في مصر، وعندنا الحقيقة يعني أساتذة كبار جدا في مختلف التخصصات بالذات في جراحات العظم المختلفة. فبقت الجراحة النهارده تجرى، وباذن الله تعالى هطمنكم على نتيجتها، ان شاء الله تكون جراحه ناجحه، وهيتم بعديها وضع برنامج تاهيل لعلي، وهيشوف النادي افضل حاجه ممكن تتعمل لعلي معلول هتتعمل. اذا كان التاهيل ممكن يبقى بره، اذا كان ممكن يبقى في قطر، اذا يعني هيتعمل افضل برنامج تاهيلي يساعد علي معلول باذن الله تعالى على انجاز الشفاء والعوده سريعا للملاعب. وقلت لكم انه الاهلي عمره ما هيأثر مع علي معلول او مع غيره من ولاده، فبنتمنى لعلي ان شاء الله تعالى كل التوفيق والف الف سلامه عليه، وان شاء الله اطمنكم على جراحه ناجحه لعلي معلول خلال اليوم باذن الله. الاهلي مستر مارسيل كولر خلاص يعني الراجل استريح من عناء مباراة الذهاب ومن العودة من تونس. بدأ الترتيب الجاد لمباراة السبت اللي جاي مع الترجي. بعثة الترجي اختارت النادي بالوصول يوم مساء الأربعاء اللي جاي إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بالأشقاء التوانسة في مصر. الحقيقة الترجي عمل استقبال رائع جدا للنادي الأهلي، عمل استضافة هايلة للجماهير المصرية الأهلاوية اللي تواجدت، عمل تقدير وتكريم وتقدير للكابتن محمود الخطيب وبعثة النادي. فبالتالي اعتقد سيلقوا بالتأكيد افضل استقبال وافضل ترحيب بيهم في وطنهم مصر ان شاء الله. مستر كولر بيشوف اخر حاجة عن عمرو السولية واحمد عبد القادر، الاثنين اتم البرنامج التأهيلي، ايه فرص دخولهم المباراة، ايه فرص تدعيمهم قوة الفريق، ولكن ازاي الاهلي بيفكر في بديل علي معلول؟ ده سؤال مهم جدا بيطرح دلوقتي. بديل علي معلول في المباراة كان كريم فؤاد، وعمل مباراة هايلة جدا وقدر يسد الفراغ في الناحية الشمال وقدر يلعب فيها كويس. شفت بعض اللقطات من المباراة الحقيقة توريكم الرجولة والمسؤولية عند حسين الشحات وكمان عند إمام عاشور، لأنه أول ما علي خرج وقبل ما ينزل كريم فؤاد على طول لعيبة تونس شاوروا البعض نلعب هنا، العب لي هنا، على اساس انه خلاص مكان علي فاضي. على طول حسين راح نازل لتحت وقال لك انا هقف هنا، انا خلاص انا هقف هنا في مركز الباك الشمال. امام عاشور راح جاي له لما لقاهم كلهم بيرموا على حسين، راح جاي هو رخر مرحل
وتحول الاثنين الى باك شمال. قبل ما يتمركزوا كويس كانت اتعملت من النقطة دي بالظبط الكرة العرضية اللي هي أخطر فرصة في المباراة، اللي عدت قدام مصطفى شوبير، والراجل المهاجم البرازيلي يا دوب ما لمستش شعره بشكل كافي ومرت جنب القايم اليمين بسنتيمترات. دي كانت في اللحظة اللي كان علي خرج فيها واللي هم حبوا يستغلوا هذه الثغرة. أول ما نزل كريم فؤاد قدر يسد المكان ده كويس، وعشان كده بقول لكم البديل القريب في ناحيه الباك الشمال ربما في المباراه الجايه يبقى كريم فؤاد، وده امر منطقي لانه لعب الماتش اللي هناك وخد المود بتاع المباراه وخد على اللعيبه بتاعه الترجي، فممكن يكمل مستر كولر بيه. بديل اخر موجود كريم الدبيس كباك شمال اساسي في المكان ده. انما البديل اللي ممكن يكون في مباريات الدوري يبقى عمر كمال عبد الواحد، خاصه انه لعب قبل مباراة الترجي أكتر من مرة في الناحية الشمال وأجاد فيها إجادة هايلة جدا وأشاد به مستر كولر في المؤتمر الصحفي، فبالتالي هيبقى البديل المحلي في مباريات الدوري في الناحية الشمال ربما يكون عمر كمال عبد الواحد أوقع، لأنه هاني كمل على طول في الباك رايت، وأنت عندك كمان أكرم توفيق موجود في نص الملعب وبيدعم من ناحية الرايت لو احتاجته. فبالتالي أعتقد الناس اللي قلقانة على الباك الشمال في الأهلي فيما تبقى من موسم، لانه اعتقد علي معلول بنسبه كبيره الموسم بتاعه انتهى السنه دي، لكنه تقدر تقول البدايل دي هي اللي مطروحه دلوقتي. بعد كده هنشوف ان شاء الله تعالى سرعه وعوده وتمام قوه علي معلول في العوده لمكانه اللي شغله 8 سنين مع النادي الاهلي بكفاءه واخلاص عاليين قوي. ده فيما يخص علي معلول والتفكير في البديل. فيما يخص مستر مارسيل كولر الحقيقه الفتره ديت هيفحص مباراة الذهاب فحص جيد جدا. مباراة الترجي مباراة العودة مباراة صعبة جدا، صعبة جدا، عايزة مننا الكل يكون تركيز وإيجابية. ما ينفعش أبدا أبدا الركون إلى أي أنت تعادلت هناك 0-0 معناها أن النهائي تحول أنه يبقى من مباراة واحدة، مباراة واحدة على أرضك. الدروس كتيرة قوي قوي لازم نتعلم منها، وقيمة النادي الأهلي وقوته أنه دايما بيستفيد من دروسه، مش بس بياخد منها الدافع والحافز، لا بياخد منها الدرس كمان. يبقى يا سيدي اسمع اخر الاخبار. بيقول لك الاهلي قاعد مع الحكام بيظبط الليله، بيظبط الدنيا عشان خاطر ايه؟ نكسب الترجي ونسحلهم بالتحكيم. يعني بذمتكم ده كلام يعقل؟ يعني ده كلام حد يصدقه؟ لما هو الموضوع سهل قوي كده، طب ما احنا كنا كسبنا من هناك بالرادس. يعني هو الموضوع يعني يا جدعان انتوا خلاص خدتوا بطوله، يعني انتوا مش خدتوا بطوله الكونفدراليه العظيمه اللي هي الاعظم في القاره؟ تمام، مبروك، الف مليون مبروك ايها الزملكاوي، الف مليون مبروك والله. شغل دماغك ليه انت بقى؟ الاهلي يقعد مع الحكام ما يقعدش مع، يا عم انت بتهوي الحكام اللي يقعد معاهم يعني. هو احنا قلنا في عادات الحكام كنا اتظلمنا كل الظلم ده على انك هتاجر في افريقيا؟ ما بلاش بقى يا جدعان بقى، بلاش بقى اي هبل في البتنجان، اي كلام بيتقال وخلاص، اي كلام مش معقوله يعني. امسكوا العقل شويه، امسكوا العقل شويه، مش بطوله اللي هتعمل فيكم كده، مش بطوله اللي هتعمل فيكم كده.